مثلا صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشيش هرب على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لأنه يقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحجاج ما أقول هنا بلاغ من الطائفة ديال الأمام، وهو الماركسيين اللينيين الشيوعيين من باريس. غادي نقرا لك بالفرنساوية لأن ما فيها ما يترجم. إلى الأمام réclame la révision fondamentale des opérations économiques et politiques qui ont conduit le pays à la catastrophe, ainsi que l'arrêt immédiat de la guerre au Sahara occidental, qui oppose depuis 7 ans les troupes marocaines et les combattants du Polisario, partisans de l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole. الأول. ثانيا هالمنشور اللي كان تيتوزع في مراكش في يوم 6/1/84. خليك منه بعد الفقرات ديال الأمام كذلك، وراه مقبوطين صحابو، وحتى بعد وللأسف بعد المحامين صغار تعملوا التدريب ثم تقبضوا. يقول ليكن في علمنا أن وضعيتنا الراهنة المريرة ليست نتيجة لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل، والتي يذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا، وليست نتيجة للجفاف كما يدعي الحسن السفاتي. أنا تنقرأ شنو ما تيرهبنيش، بل راجع إلى نهب خيراتنا من طرف الأمريكان والأعداء. وزيد على هذا النوع. وها إيران هذه قتل هنا تيضر الفلوس بابي كلاسي والصور ملونة. صاحبنا الخميني تبدأ في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي، حيث يعيش مخاضا صعبة، يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية ويطلقون على جمعهم هذا مؤتمر القمة الإسلامي، والأجدر أن يسمى قمة التآمر الجاهلي. هؤلاء هم الحكام المتسلطين على رقاب شعوبنا الإسلامية، والذي لا يكاد ينجو واحد منهم من ارتباطه بالعمالة لأحد الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا. وزيد على هذا الناج في الصفحة الأولى والثانية. إذن النتيجة نتاع هادشي كله، النتيجة نتاع هادشي كله أن أولا هذه عمليات خارجية أجنبية حاولت أنها تعمل اضطرابات في هذا البلد.